إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في الخطبة الماضية قاعدتين للنجاة من فتن الدنيا وأهوال الآخرة، وتكلمنا عن القاعدة الأولى وهي الحرص على كل حسن، الحرص على كل فضيلة، الحرص على كل خير، بل على كل ذرة خير. وذكرنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على مضاعفة الحسنات إلى ما شاء الله عز وجل. الحسنة بعشر، الحسنة بمئة، الحسنة ب700، والله يضاعف لمن يشاء. بل ذكرنا بعض الأعمال التي أجرها بألف حسن وزيادة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى جمعا ما بين الترغيب والترهيب، ما بين التبشير والإنذار، نتكلم عن القاعدة الثانية وهي لابد منها، إذ إن القاعدة الأولى بدون القاعدة الثانية لا ينتفع العبد به. إي والله، لا ينتفع العبد بقاعدة الحرص على الحسنات إلا بالقاعدة الثانية وهي الحذر من السيئات. فلو أن العبد فعل من الحسنات ما فعل وعنده قادح في قلبه يحبط به العمل، أو يأتيه بعد مذهبات الحسنات، لا ينتفع بشيء من حسنات. فلا بد للعبد أن يسير إلى الله عز وجل ما بين الخوف والرجاء، الرجاء في رحمة الله والخوف من عذاب الله. يحمله الرجاء والخوف على الطاعة، ويحمله الرجاء والخوف على ترك معصية الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كما أن الإنسان يرى أعماله الصالحة، كذلك يرى العبد الطالح أعماله الفاسدة. في قبره يأتيه عمله سيء الوجه، قبيح الوجه، قبيح الريح، يقول له: أنا عملك الذي عملته في الدنيا. ويوم القيامة يأتيه عمله الطالح فيركبه وينطلق به إلى يدي ربه، بين يدي ربه تبارك وتعالى. فلا بد للعبد من أن يحرص على كل حسنة وأن يحذر من كل معصية. روى أحمد وغيره بإسناد حسن أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب من الأعمال، فإنهن يجتمعن على الرجل. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهن مثلا كمثل قوم في طريق أرادوا أن ينضجوا طعامهم، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فلما اجتمعت الأعواد نضج الطعام. كذلك الرجل يأتي من هنا بسيئة، ومن هنا بصغيرة، ومن هنا بكذا، ومن هنا بكذا، فإذا اجتمعنا عليه أهلكناه، إلا أن يتداركه رب العالمين سبحانه وتعالى برحمته. وروى البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن لشواهده عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إياك والمعصية فإنها تحل غضب الرب عز وجل، لا سيما وأنت في زمان فاضل تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. فإن العبد إذا كان في مثل هذا الشهر ترجى له المغفرة، لكن من الناس من يدرك رمضان وتستجاب فيه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أقول بالنجاة ولا بالرحمة، بل بالإبعاد والإسحاق والقذف في النار. روى الحاكم وغيره بسند صحيح عن جماعة من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد يوما المنبر فقال صلى الله عليه وسلم عند الدرجة الأولى آمين، عند الدرجة الثانية آمين، عند الدرجة الثالثة آمين. فلما نزل عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله فعلت شيئا لم تفعله قبل؟ قلت آمين آمين آمين. قال: عرض لي جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، وذكر عليه الصلاة والسلام دعوات نختص منها ما يتعلق برمضان. قال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، أسحقه الله، أدخله الله النار. قل آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. كيف يدعى على هذا العبد؟ لأنه لم يأخذ بأسباب المغفرة في رمضان، لم يحذر من السيئات. وفي الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال عن المؤمنين يوم القيامة: يجادلون ربهم عز وجل في الشفاعة يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معا ويصومون معا ويفعلون، يصلون ويصومون، يتصدقون، يعتمرون، يحجون، وهم في النار. فلماذا دخلوا النار؟ لأنهم مع إتيانهم ببعض الحسنات وقعوا في بعض السيئات التي أوجبت لهم النار، فيخرجهم الله عز وجل بعد حين بشفاعة الموحدين أو بشفاعة الأنبياء والمرسلين أو بشفاعة الملائكة المكرمين، وكل ذلك برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتكب ذنبا في رمضان فقال عن نفسه: هلكت يا رسول الله. ما الذي أهلكه؟ الذنب، المعصية. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن النبي حين سأل عن هذا الرجل قال: أين المحترق؟ وقد تداركه الله عز وجل بتوبة وكفارة لذنبه. وعند ابن حبان وابن خزيمة بسند حسن عن أبي أمامة ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني رأيت الليلة رؤيا، وذكر رؤيا طويلة وفيها: وأتينا على أقوام معلقين من عراقيبهم، أناس في نار جهنم يعلقون من أقدامهم تسيل أشداقهم دما، أفواههم مشققة مقطعة تسيل الدماء. قال: فقلت: من هؤلاء؟ فقال جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هؤلاء ناس يصومون لكنهم قبل أن يأتي وقت الفطر يفطرون. قال أبو أمامة: خيبة لأهل الكتاب. لماذا قال خيبة لأهل الكتاب؟ لأن أهل الكتاب يزعمون أنهم يصومون ولا يصومون، فكل من صام ولم يصوم يخشى عليه من هذا الحديث. صام عن الطعام، صام عن الشراب، لكنه لم يصم عن الحرام، لم يصم عن الآثام، صام بطنه عن الأكل وصام فرجه عن الزنا، لكنه لم يصم بعينه عما حرم الله، ولا بأذنه عما حرم الله، ولا بلسانه عما حرم الله، ولا بيده عما حرم الله، ولا برجله عما حرم الله، بل منهم من لم يصم قلبه لله وإن كان صائما في أحكام الدنيا أمام الناس. يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأيضا هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أهون الصيام عن الشراب والطعام،
أهون الصيام الصيام عن الشراب والطعام، والصوم يعني حق الصوم عن اللغو والكذب والباطل. زاد عمر والحلف، فجعل عمر القسم اليمين إن أكثرت منه قادحا في صوم. وقد أفتى جماعة من السلف، جماعة من أئمة التابعين، أن الكذب مفطر للصائم، وأن الغيبة مفطرة للصائم. بل قال ابن حزم رحمه الله: كل معصية متعمدة تفطر الصائم. ليس المراد بالإفطار ها هنا أنه أفطر بقوانين الفقه الظاهرة، لكنه صام ولا يقبل صومه. وهل يعقل أن يصوم الإنسان ولا يقبل صومه؟ كم من أناس يصومون ويقومون ويصلون وإلى بيوت الله عز وجل يذهبون ويتصدقون وينفقون ولا تقبل منهم أعمالهم. ستقول هؤلاء هم المنافقون. لا والله، المنافقون وغيرهم. روى أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث والله يقشعر له البدن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله يوم الخميس ليلة الجمعة. كذا في الحديث: أعمالك أعمال الأسبوع الماضي، ألم تصم؟ ألم تصلي؟ ألم تقرأ القرآن؟ ألم تفعل الخير؟ تعرض على الله في الليلة الماضية. تعرض الأعمال على الله يوم الخميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. الذي لم يحضر من هذا الذنب أتى بالحسنات، لكن هل قبلت حسناته؟ لم تقبل حسناته. لذلك قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعه، وليصم بصره، وليصم لسانه، ولتصم جوارحه عما حرم الله، ودع عنك أذى الجار، وليصم قلبك عما سوى الله عز وجل. كذا قال جماعة من الأئمة: صوم القلب عن سوى الله، فلا ترد بعملك غير الله تبارك وتعالى. من هنا تعلم أهمية هذه القاعدة: الحذر من كل معصية. والمعاصي قد تذهب الحسنات. إن الله تبارك وتعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال أهل العلم: وكذلك بعض الحسنات تذهب بالسيئات. السيئات بعضها يذهب بعض الحسنات. وإذا أردنا أن نحذرك من الذنوب والمعاصي بمفرداتها أمرها يطول، فنكتفي أن نذكر لك الأصل الجامع له. إذا أراد الشيطان أن يضل العبد جعل له عقبات، وقف له على عقبات، على طريقة. أول شيء يريده الشيطان من الإنسان الكفر بالله، عياذا بالله تبارك وتعالى. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر ماذا فعل الشيطان؟ تبرأ منه. فأول عقبة يريدك الشيطان أن تقف عندها ولا تتخطاها الكفر. يريد منك أن تشرك بالله عز وجل. وقد يقول القائل: الحمد لله على نعمة التوحيد، نحن ولله الحمد مسلمون مؤمنون صائمون موحدون. ولكني أقول لكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. الشرك في الأمة أخفى من دبيب النمل. فالصحابة رضي الله عنهم خافوا عند هذا، فقال عليه الصلاة والسلام لهم ولنا معلما صلوات ربي وسلامه عليه: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فقد يقع العبد بالشرك وهو لا يدري، وقد يقع العبد في الشرك وهو يدري لكنه يستصغره. هذا شرك أصغر، هذا شرك خفي، ولكن الشرك كله يمنع قبول العمل عند الله تبارك وتعالى. فإذا نجا العبد من عقبة الشرك والكفر بالتوحيد والإسلام والإيمان، أراده الشيطان في عقبة البدع. وكما أن الشرك يحبط الأعمال ويمنع قبول الحسنات، كذلك البدع. احذر هذا: إن أقواما من هذه الأمة كانوا من أكثر الناس صلاة وصياما وقراءة، حتى قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لأصحاب العباد الزهاد، قال للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءتهم، وصيامكم مع صيامهم. من هؤلاء؟ هم الخوارج، عبدوا الله عز وجل، جاءوا بجبال من الحسنات لكنها لا تنفعهم. لماذا يا رسول الله؟ قال عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا ترفع قراءتهم فوق رؤوسهم، ولا تنزل قراءتهم في قلوبهم، فلم ينتفعوا على بدعة تضاد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم العبد من البدعة المخرجة من السنة، وقف له الشيطان على عقبة الكبائر. التوحيد، إن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيزين الشيطان للعبد فعل المعاصي دون الشرك. لماذا؟ أنت موحد، والموحد سيدخل الجنة يوما من الدهر، فيزين له الفعل المعصية الكبيرة حتى يقع به، ولا يدري الإنسان آنذاك أنه بهذه الكبيرة يقف على عتبة الكفر. بنو إسرائيل لماذا كفروا بالله وقتلوا الأنبياء؟ لماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ لأنهم كفروا بالله عز وجل وقتلوا الأنبياء. لماذا قتلوهم؟ لماذا قتلوا النبيين والمرسلين؟ لماذا قتلوا الذين يأمرون الناس بالقسط؟ لماذا كفروا بالله عز وجل؟ قال ربنا تبارك وتعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالشيطان لا يستدرج العبد من أول الإسلام إلى الكفر مباشرة، إنما يبدأ له به من الإسلام إلى المعصية، من المعصية إلى الكبيرة، من الكبيرة إلى الشرك والكفر والضلال عياذا بالله تبارك وتعالى. والقصص في هذا مشهور معلوم، ومن أراد فلينظر في سورة يوسف عليه السلام. انظر كيف تدرج الشيطان بإخوة يوسف عليه السلام من مبدأ الأمر: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه، إلى أن قالوا عن يوسف اقتلوه، وقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وفعلوا بأبيه ما فعلوا. لم يصلوا إلى الكفر والحمد لله، لكن الشاهد أن الشيطان استدرجهم من شيء إلى شيء. فإذا سلم العبد من عقبات الكبيرة، وقف له الشيطان عند الصغائر، وهو التي بدأنا بها: إياكم ومحقرات الذنوب من الأعمال، يزينها له. هذا من الأمل، هذا يغفره الله. الصلوات مكفرات لما بينهن، رمضان إلى رمضان كفار. ويزين الشيطان له فعل المعصية، وينسى العبد أن الإصرار على الصغيرة يجعلها الكبيرة. الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر. فإذا فعل العبد الصغيرة وأصر عليها كان كمن فعل الكبيرة. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن منا بلا ذنب، كلنا ذو خطأ، كل ابن آدم خطاء، لكن العبد التقي النقي كما قال الله عز وجل: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فليس الشأن ألا تقع في المعصية، إنما الشأن ألا تداوم عليها، بل تسارع إلى ربك عز وجل. ومن عجب أن قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ولم يقل تذكروا ماذا؟ فمنهم من يتذكر عذاب الله، ومنهم من يتذكر رحمة الله. فمن تذكر عذابه تاب إليه وأناب، وامتلأ قلبه خشية ورهبة من ربه. ومن تذكر رحمة الله امتلأ قلبه طمعا ورجاء في رحمة الله عز وجل. منهم من إذا مسه الشيطان تذكر عذاب النار فتاب كي لا يعذب، ومنهم من يتذكر نعيم الجنة فتاب حتى يدخل الجنة. وأعلى من هذا كله من يتذكر محبة الله عز وجل فيسارع إلى حبيبه سبحانه وتعالى فيعود إليه. تذكروا فإذا هم مبصرون ما هو عليه. فإذا نجا العبد من الشيطان في هذه العقبة شغله الشيطان بعقبة
أخرى. ابن القيم رحمه الله يقول: وأين هؤلاء؟ هؤلاء الذين يشغلون بهذه العقبة فقط أين هم؟ هم الأفراد في العالم. من هم يا ابن القيم؟ قال رحمه الله: الذين يشغلهم الشيطان بفضول المباحات. أنت في رمضان تحافظ على الصلاة وعلى الصيام، تقرأ القرآن، تفعل الخير، تحذر من السيئات. ماذا يريد منك الشيطان؟ أن يشغلك بالمباح. لا أقول الآن بلصوص رمضان من الأفلام والمسلسلات، لا أقول بلصوص رمضان من الكذب والغيبة والنميمة، لا أقول بلصوص رمضان مما يضيع عليك الصيام، إنما بفضول المباح. مثال: إذا صام العبد يوما واشتد عطشه وجوعه فجاءه رمضان فملئ معدته، كيف حاله عند الصلاة؟ يشغله الشيطان بهذا؟ نعم، يسعى الشيطان في إطعامه وفي سقائه حتى يتثاقل عن الصلاة. إن لم يتثاقل عن الفريضة والنافلة بجسده نام فيها قلبه. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. هل يتكلم رسول الله هنا عن الحرام؟ ليس عن الحرام، إنما من ملأ بطنه من حلال فقد ملأ شر وعاء على وجه الأرض. لأن العبد إذا امتلأت معدته نامت فكرته، وإذا كثر جوعه لله بحسب ما جاء به رسول الله استنار قلبه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ثم ذكر عقابات أخرى ويكفينا ما ذكرنا. ولكن من أخطر الذنوب التي يجب على العبد أن يحذر منها الذنوب التي تذهب الحسنات. وهل هناك ذنوب تذهب بأجور الحسنات؟ نعم، وإنها عافانا الله وإياكم لكثيرا، وقد كان السلف رضوان الله عليهم يخافون منها. قال ربنا تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة، بستان، حديقة، جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، يعني حديقة غناء معجبة، وأصابه الكبر فهو في حاجة إليها لا يستطيع أن يأتي بمثلها، وله ذرية ضعفاء يخاف عليهم ويريد لهم هذا الخير، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. الجنة التي سعى في إعدادها وإنشائها حتى كانت زهراء منيرة أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات. سأل عمر الصحابة عن هذه الآية فقال ابن عباس: هذه مثال لعمل. قال عمر: يا ابن عباس وأي عمل؟ قال: العمل الرجل يعمل بطاعة الله عز وجل فيبعث الشيطان إليه بالمعاصي فيعمل بمعصية الله فتذهب حسنات. أرأيت هذا؟ مثال محسوس: رجل عنده حديقة غناء وهو في أشد الحاجة إليها لنفسه لكبره ولولده لصغره، إذ به تذهب جنته. أصابها طائف، أصابها سر فاحترقت. ما هذا المثال؟ للعمل الصالح الذي عمل وأنتج وأثمر، ثم تأتي بعد ذلك سيئات تحبطه. قال ربنا تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيه. يريد الحياة الدنيا من؟ هل يريدها من غير الله عز وجل فيقع في الشرك الأكبر، أم يريدها من الله؟ قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في تفسير هذه الآية ناقلا هذا الكلام عن ابن عباس، قال: من هذه الآية من أنواع أهلها الرجل يعمل العمل ابتغاء وجه الله، مخلص النية، متبع للرسول عليه الصلاة والسلام، من صدقة وصلة وإحسان وصلاة ونحو ذلك. قال: وكذلك ترك ظلم، ترك كلام في عرض، ترك غيبة ونميم ونحو ذلك مما يفعله العبد أو يتركه خالصا لله. قال: لكنه لا يريد به الثواب في الآخرة،
إنما يريد به الثواب في الدنيا من تنمية ماله وتزكيته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليه، فلا هم له في مرضاة ربه ولا في طلب جنته والهروب من ناره. هذا الرجل قال عنه رب العالمين سبحانه وتعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، من هذا الباب أيضا الرياء والشرك والعجب ونحو ذلك، لكن ألا ترى أن كثيرا من الناس يتعبد لله عز وجل ليحفظ في دنياه ولا يطلب من الله تبارك وتعالى أن يحفظ في آخرته؟ ألا ترى أن كثيرا من الناس يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق؟ بعض الناس كذلك يرجع إلى ربه ويدعو ربه ويتعبد لربه. لماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا. يقول عنه رب العالمين: وما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة نصيب، مع أنه يدعو من؟ يدعو رب العالمين. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى عن الموحدين ماذا يقولون؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلا تجعل الدنيا نصب عينيك ولا تجعل الدنيا أكبر هم. ذكر بعض المتقدمين أنه قرأ أثرا يقول قائله فيه منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح: من أخلص لله 40 يوما أجرى الله الحكمة على لسانه وقلبه. قال: فأخلصت لله 40 يوما لتجري الحكمة على لسانه وقلبه لكي يتكلم بالحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: فلم تجري الحكمة على لساني ولا قلبي. فانطلق إلى بعض أشياخه فسأله عنها. هذا الكلام كله يرويه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض المتقدمين. فذهب إلى شيخه فقال: سمعت أن في الأثر كذا وكذا فأخلصت ولم تجري الحكمة على قلبي ولا لساني. قال: يا بني، أنت لم تخلص لله، إنما أخلصت للحكمة. أنت ما أخلصت لله، إنما أخلصت لأجل الحكمة. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن أسوأ الأمور أن يجعل العبد ربه مقصودا لغيره. تجعل ربه مقصودا لا لوجهه ولا لرضوانه، إنما فقط لكي يعطيك في الدنيا إما رياء وإما سمعة وإما جاها وإما مالا وإما ولدا، أي شيء من متاع الدنيا. هؤلاء ليس لهم في الآخرة نصيب. ومن محبطات الأعمال ومذهبات الحسنات، وأخص اليوم الكلام عما يكثر عند الصائمين، وإلا فهذا باب يطول. من تكلم فيما لا يعنيه، يتكلم فيما لا يعنيه. ما الذي لا يعنيه؟ قال أبو حامد رحمه الله: الذي لا يعنيه ما لا تنتفع به في الدنيا ولا تؤجر عليه في الآخرة. كلام لا تنال عليه أجر ثواب ولا تكتسب به دنيا مباحة. فانظر كم من الكلام نتكلم به فيما لا يعنيه. ودليل هذا ما رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن، من حديث بلال بن الحارث قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يدري ما فيها، لا يتبين ما فيها، يهوي بها في النار 70 خريفا. وعنده أيضا بإسناد حسن أن غلاما توفي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية وقعت على بطنه صخرة، وفي أخرى أنه مات من شدة الجهد والتعب. فقالت له أمه وهي تمسح التراب عن وجهه: يا بني هنيئا لك الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، يتكلم فيما لا ينفعه. هذا هو المانع. فكم من كلام نخشى منه أن يحبط الحسنات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من العابدين من الطائعين من القانتين قال لرجل من العصاة من الظالمين من المسرفين: لا يغفر الله لك. فقال عليه الصلاة والسلام: فقبض الله عز وجل أرواحهما
ثم قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ له غفرت وأحبطت عملك. بماذا حبط عمله؟ بكلمة. ما الذي يعنيه؟ إن كنت داعيا إلى الله عز وجل فادعوه إلى ربك، وإن كنت قاضيا فلن تحكم على ربك سبحانه وتعالى. من ذا الذي يتألى على الله ألا يغفر لفلان؟ له غفرت وأحبطت عملك. ومن أبواب إحباط الحسنات المن والأذى، الصدقات. قال ربنا تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم قال بعد ذلك سبحانه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هذا هو الشرط. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد هذا يقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فجعل ربنا تبارك وتعالى المان بالصدقة المؤدي بالعطية كالمرائي. قال المعلم اليماني رحمه الله جعل الله تبارك وتعالى مال المان كمال المرائي. وهل يقبل المرائي عمل؟ لا تبطلوا صدقاتكم بعدما تصدق وأنفق ابتغاء وجه الله عز وجل إذ به يكر على نفسه وينقض غسله ليمن على عبد من عباد الله بشيء أعطاه الله إياه. ومن المهلكات المحبطات للحسنات العجب. كم من رجل من المتسننين يعجب بنفسه في رمضان، فلان ينام عن الفريضة وفلان ينام عن النافلة وفلان يلهو ويسهو، أما فلان الذي يرى نفسه يعجب بها فهو العابد القائل إنني أقرأ في اليوم والليلة كذا وكذا جزءا، أختم القرآن كل 3، أصلي قيام الليل على قدمي 6 ساعات 7 ساعات فيعجب بعمله. قال الإمام الديلمي رحمه الله العجب بالعمل يحبط عمل 70 سنة. العجب أن تفرح بنفسك إعجابا بها، إنما هو فضل الله عز وجل عليك. روى الطبراني في الأوسط بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام 3 مهلكات وذكر منها عليه الصلاة والسلام إعجاب المرء بنفسه. قال القرطبي وإنما يعجب المرء بعمله أحد رجلين: البخيل يستكثر القليل، والمعجب المنان الذي يرى عمله بعين التعظيم وينسى أن الله هو الذي أقامه. ومن أخطر الذنوب وأكثرها فشوا بين الناس الآن من المتسننين الذنب الذي لا يبقي لصاحبه حسن. روى ابن ماجه بسند حسن عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي، وناس من هذه الأمة يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، يأتون يوم القيامة بأمثال الجبال حسنات بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. من أين هذه الحسنات؟ من الأعمال الصالحة، أخلص النية لله واتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتبعها بمن ولا بأذى ولا بعجب، لم يكن فيها رياء، لم يطلب بها الدنيا، لكن الله عز وجل يجعلها يوم القيامة هباء منثورا لا يبقى منها شيء. قالوا يا رسول الله من هم؟ صفهم لنا. قال أما إنهم منكم، من هذه الأمة، صفهم لنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا أغلق عليه بابه وأسدل الليل عليه ستاره خلى بربه فبارز ربه بالمعصية. أمام الناس هو عابد، هو متنسك، هو متزهد،
احتوى على قلب امتلأ من الفجر أن ينتهك حرمات الله عز وجل. فكم من رجل منه لو رآه أخوه على هذا الحال الذي هو عليه بالليل لاستحى، والله عز وجل ينظر إليه ولا يستحي من ربه. كم من رجل منا لو قيل له لو أن رسول الله بات معك الليل ماذا تفعل؟ وينسى أن الله عز وجل ينزل إليه في كل ليلة ينادي عليك، فبدلا من أن يقابل رحمة ربه بالشكر ومغفرة ربه بالطاعة يقابل نعم الله عليه بالعصيان، يبارز ربه بالمعصية. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا وإياكم منه، أن ينجينا برحمته وأرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. ومن الذنوب المنتشرة التي تذهب بها الحسنات المظالم بين العباد. لا تحسبن أن الصوم تكفر به المظالم بين العباد. عبادة الصوم مع عظمها وجلالها لا تكفر بها ذنوب العباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد عن عائشة بسند حسن لشواهده: الدواوين عند الله ثلاثة. وذكر منها صلى الله عليه وسلم ديوانا لا يترك الله عز وجل منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: وهو المظالم بين العباد. وهو المظالم بين العباد يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه، يفر المرء من أمه، يفر المرء من أبيه، يفر المرء من ابنه وابنته. أتدري لماذا؟ قال القرطبي رحمه الله: إنما يفر المرء من أهله وعشيرته، من أمه وأبيه وأخته وأخيه وزوجه وبنيه، خشية التبعات، خشية القصاص. يأخذون من حسناته، يفر منهم حتى لا يأخذوا حقوقهم. وما ربك بظلام للعبد. ذكر ربنا تبارك يوم القيامة فسماه يوم التغابن. قال المعلم اليماني رحمه الله: وإنما سمي يوم القيامة بيوم التغابن لأنك إن ظلمت إنسانا في درهم جاء يوم القيامة ولا درهم ولا دينار، فيأخذ من حسناتك ما لو عرض عليك أن تدفع به ملء الأرض ذهبا لفعلت. لأن كم درهم؟ لدرهم واحد، لكلمة واحدة، لغيبة واحدة، لسب واحد. يأخذ من حسناتك ما تتمنى أن تدفع الدنيا بأسرها ويترك هذه الحسنة لك. قال: فأي غم أعظم من هذا؟ أي خسارة أعظم من هذا؟ نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا من هؤلاء، وربنا تبارك وتعالى حذرنا من هؤلاء. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الآية. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. مفلس ليس معه. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة ومعه الحسنات، وقد شتم هذا وضرب هذا وسب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته. أين ذهبت الحسنات؟ أين الحرص على كل حسنة؟ ذهبت ففنيت. أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فألقي في النار. وعند البخاري في الأدب المفرد ورواه أيضا معلقا قال عليه الصلاة والسلام: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا ليس معهم شيء، فيناديهم ربنا تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة
أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة. لا تقل فلان ظالم أو كافر أو ضال فلن يأخذ مني. لو كنت من أهل الجنة ولرجل من أهل النار عندك مظلمة لابد أن يأخذها يوم القيامة. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى يأخذها، حتى اللطمة، حتى الشتمة، حتى الكلمة يأخذها يوم القيامة. قال يا رسول الله كيف ولا درهم ولا دينار؟ قال عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات ولا يظلم ربك أحدا. المظالم لابد فيها من القصاص يوم القيامة، ومن صور الظلم المنتشرة وأنت تراها بعينك أمام الناس مماطلة الغني في دفع الحق الذي عليه مع قدرته على الوفاء. قال رسول الله مطل الغني ظلم. كم من دين عليك تستطيع أن تؤديه وأنت تماطل فيه. إن أخرت الحق عليك مجرد التأخير هذا ظلم. ومن الظلم المنتشر ظلم المرأة حقها. المرأة تظلم من أبيها أو ابنها أو زوجها أو أخيها وتأخذ حقها وافيا يوم القيامة. قال ابن مسعود رضوان الله عليه يؤتى بالعبد يوم القيامة أو الأمة فينادى به على رؤوس الخلائق هذا فلان ابن فلان. تخيل أنه هذا فلان ابن فلان. فمن كانت له عليه مظلمة فليأتي، من كان له حق فليأتي فليأخذ حقه. أتدري من سيفرح؟ قال ابن مسعود فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها وعلى ابنها وعلى أخيها وعلى زوجها. تفرح، ستأخذ من حسناتك ما الله عز وجل به عليه. ثم تلا قول الله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومن أبواب الظلم الواقع الآن بين كثير من الناس أن يستأجر العبد الأجير ثم لا يوفيه الثمن. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فاسمع ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. من خصمه؟ رسول الله. ومن خاصمه رسول الله خصمه. من هم يا رسول الله؟ رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يوفه أجره. ومن الظلم المنتشر ولا يشعر الظالمة به الركون إلى الظالم. إذا ركنت إلى ظالم فأنت ظالم. قال ربنا تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. سئل الثور رجل خياط يقول إني أخيط للظلمة الثوب. شغلته خياط فيخيط الثوب فيأتيه الظالم يريد منه أن يخيط له ثوبا. قال له فهل أنا من أعوان الظلمة حين أخيط الثوب للظالم؟ هل أكون ركنت إليه؟ قال لا، أنت لست من أعوانهم، أنت من الظلم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أنت منهم. وأعوانهم الذي يعطيك الإبرة، أعوانهم الذي يعينك أنت، هذا من أعوانهم. وقد روى ابن حبان والحاكم عن نبينا عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم واصفا بعض الظلمات بعده قال فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. ومن الأبواب التي تذهب الحسنات قصاصا لأنها من المظالم بين العباد الغيبة والنميمة. وقد قلنا إنهما من المفترات عند جماعة من السلف. قال سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. تخيل أن من أكل لحم المسلم الآن في الدنيا غيبة ونميمة سيأكل لحمه يوم القيامة، سيأكله. روى أبو يعلى بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر والإمام الذهبي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا العبد المغتاب يؤتى به يوم القيامة فيوضع بين يديه لحم أخيه، لحم المسلم، ويقال له كل
الدنيا، ويأتي هذا الرجل الذي اغتيل فيأخذ من حسناته ما شاء الله عز وجل. فاحذر أن تغتاب المسلمين، لا سيما من كان منهم خارجا في سبيل الله. فقد روى أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن عن رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: من خلف غازيا بسوء أقامه الله عز وجل يوم القيامة فيأخذ الغازي من حسناته ما شاء، يأخذ منها حتى يرضى. فالقصاص بالحسنات والقصاص بالسيئات، فإذا أخذ من حسناتك حتى تفي بأي شيء ينفعك قاعدة الحرص على كل حسنة. أعلمت الآن أنه لابد منهما معا، أن تحرص على كل حسنة وأن تحذر من كل معصية. نبينا عليه الصلاة والسلام لما عرج به في رحلة الإسراء والمعراج رأى نوعين من الناس. النوع الأول، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من حديد، فسأل جبريل عليه السلام: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والصنف الثاني، والله أسأل ألا يجعلنا منهم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما تقرض شفاؤهم بمقاريد من نار، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك وعاظ أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، أيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. كذا بالحدث، خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ثم يتعجب جبريل عنهم: أيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وأنت. كم من مرة تعظ الناس، كم من مرة تدعو الناس إلى ربك. وكان ينبغي أن نختم بهذا الحديث لكن فيه طول فأكتفي منه بهذا الجزء. نبينا عليه الصلاة والسلام في مرض موته عصب رأسه بعصابة نسماء وذهب إلى المسجد متوكئا على الفضل بن العباس، فصعد النبي المنبر 3 مرات يقول نفس الكلام: أيها الناس، قد دنا مني خفوف، قد دنا مني الرحيم، وإني أريد أن ألقى الله عز وجل طيب النفس. فمن كان له عندي مظلمة، من كنت سببت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليستقد منه. ولا يمنعنكم أن تقولوا مخافة الشحناء من رسول الله: أما والله إنها ليست من طبعي ولا من خلقي، وإن أحبكم إلي من أخذ حقه أو حللني حتى ألقى ربي طيب النفس. فماذا نحن قائلون؟ لا نقول إلا اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمنا برحمتك، أنت أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لكل ما تحب وجنبنا ما لا ترضى. اللهم وفقنا لما تحب وجنبنا ما لا ترضى. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.